هنعمل النهاردة كفتة الفراخ. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا هنا فلفلاية ملونة، نص فلفلاية ملونة اصفر، انا يعني ما كانش عندي احمر. عندي برضو هنا فلفلاية رومي، برضو نص فلفلاية رومي. معايا هنا بصلاية ونص متقطعة. معانا التوابل هنا بيكنج باودر، بابريكا، فلفل اسود، رشة من السبع بهارات، ما بحبش اكتر توابل في اللحوم. وبرضو هنا فراخ عبارة عن شيش وصدور. زي ما تحبوا بقى، اللي بيحب الأفخاد اللي هي الشيش يكتر الكمية، اللي بيحب الصدور اللي عايز يعملها بده لوحده يعملها، اللي عايز يعملها بده لوحده. بس الاتنين مع بعض يعني بيدوا نتيجة أفضل يعني. أي كمية بقى يعني معاكم. هنبتدي بقى نشتغل. معانا نحط البصل هنا في الكبة كده، وننزل بالفلفل، وهنفرم الحاجات دي الاول الخضار، وبعدين نرجع لكم بعد ما نفرمهم علشان الصوت بتاع الخلاط. كده بعد ما فرمنا الخضار مع بعضه والتوابل، هننزل بيهم هنا كده في مصفى. هنصفي الخضار دوت، نبعد المية عن التفل عشان بعد كده هنستخدم المية في تصبيع الكفتة، والتفل هنحطه على الفراخ وهي بنفرم. كده هنصفيها. بس كده. بعد كده هنحط بقى البصل المفروم والفلفل على الفراخ بتاعتنا، وهنفرمهم في الكبة ونرجع لكم. هنا بعد ما فرمنا الفراخ وفرمنا البصل، هننزل عليهم بمعلقة من صوص الباربيكيو. لو مش موجود عادي يعني، لو مش متوفر ممكن نستغنى عنه عادي. وهنحط هنا برضو ربع فنجان زيت، علشان طبعا الفراخ ما بيبقاش فيها دسم زي اللحمة. لو في حتة ليا بيبقى كويس قوي، بس طبعا ما عندناش ليا، فنحط ايه بدلها مادة دهنية زيت. وهنملح بقى. هنبتدي بقى ندخل المكونات في بعضها، وندخلها التلاجة ساعة ولا حاجة تتسمخ كده، وبعد كده نبتدي بقى نشكلها ونشويها في صينية على البوتاجاز، او اللي عنده شواية كهرباء او اللي شواية فحم، اي حاجة يعني. بس كده. نعجنها كويس جدا، ندخل المكونات كلها في قلب بعضها كده. خلاص خلصت، هندخلها بقى التلاجة وبعدين نصبعها. هنا كده بقى المية بتاعت الخضار، وحطينا عليها معلقتين زيت ومعلقة كاتشب ومعلقة صوص باربيكيو، وهنقلبهم سوا ونبتدي نبل ايدنا فيهم كده كده، ونبتدي نصبع الكفتة بتاعتنا. بنشكل بقى الكمية كلها معانا. ولو لقيتوا الفراخ مثلا طرية قوي زيادة عن اللزوم، ممكن تضيفوا لها معلقة دقيق واحدة تربطوا بيها المقدار. وهي بصلاية، بتكون المقادير بتاعتها بصلاية متوسطة لنص كيلو الفراخ، ما تكترش عن كده علشان العجينة ما تبقاش طرية وسايلة معانا. كده زي ما انتوا شايفين اهو، بنشكلها زي الفل على العصيان. ولو مش عايزين نعمل كده، ممكن نصبعها كفتة عادية جدا جدا، نحركها كده في طاسة، ندحرجها كده في حبة زيت علشان تبقى طرية وجوسي، تتحمر من هنا ومن هنا وخلاص، وبيبقى طعمها في منتهى الجمال يعني. ممكن نعمل على عصاية واحدة، على عصايتين، زي ما احنا عايزين يعني. بس كده اهو عملنا هنا المقدار، وهنبتدي بقى نروح على النار. ممكن ندخلها التلاجة تتشمع شوية، وممكن نشتغل فيها على طول. هنروح بقى على النار. كده الجريلا معانا على النار، هنبتدي نحط اسياخ الفراخ اهي كده. نحاول ان الحاجة ما تبقاش مزنقة في الطاسة عشان ما تنزلش مية.
هنبتدي نقلبها لما بنحس ان هي بدأت تتشمع اهو كده اهي. ومعانا الصوص اللي كنا بنعملها بيه، ندهن كده الريحة طالعة جميلة كده. ونقلبها على كل جنب كده علشان ان كل جنب النار تطوله كده. بنقلبها بقى على كل جنب لما نتأكد ان النار طالت كل جنب فيها. العملية ما بتاخدش 5 دقايق على النار بس كده. والكفتة بتاعتنا استوت. الكفتة بتاعتنا كده خلاص خلصت. هنقدمها بقى مع مكرونة مع عيش وطحينة وسلطة وبطاطس محمرة، اي حاجة زي ما احنا بنحب كلنا، زي ما تعودنا. كل واحد بياكل الحاجات دي حسب ما بيحب. وبالهنا والشفا. عايزة اوريكم الكفتة. اوبا عشان سخنة مش عارفة اطلعها من اهي. بصوا بصوا مفتحة وطرية، وبصوا عاملة ازاي. شايفين شكلها عامل ازاي، طرية وجميلة ازاي اهي. بصوا ما شاء الله طرية وجوسي وفي منتهى الجمال. روعة. صحتين وهنا على قلوبكم.